الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ودرسيني بقول طوبان يستقال كمية دروس تينوس وصعطي وحيري وإن باع الأرض ملكي هدوق على أنها 10 طوبان إن تهينا سوق ملينا فبانت أي سموغته أكثر إن كبدنتها فالبيع يبكي صحيح وصحيح فزيادة الزيادة دينا تكون وحوهانا يسا وإسكاله للبائع يقفك قدي لأنه محايا ليبو يري باعها وحقوق قدي على صفة معينة قارة وهي صفة سنوحي أنها إن تهيد 10 طبا أذرع البرون فبانت وحي السموغة وصوبح ل 15 ذراع 80 نقطة فنقول وحنا الزيادة للبائع يا إسكاله قفكي وحقدي فخذ وحقا تبغون إن قفكي مشترك على من 15 شيء يتمك صوبحي ذراعا شيء يتمك نون صوبحي 10 طبعا قال الذراع تدون نون قال واعطي واحد البايع قفك وحقا تبارع هنا 5 شنسي شنطة سيسكله وعلي وذلك أنت صنع إذا قوت ويبانت وكذلك أنت وحلم إذا قوت بانت مغطى بأقل هيك يرتاح ولم بأن باع هدوقه على أنها 20 لواتن ذراع لواتن فبانت مغطى 15 شنيطون فالبيع صحيح هو بيع صحيح والنقص نقصون على البائع قفك قد أيوي فنقص كان وحق قاضي وكركيس نقولنا على البائع قفك يحيبنا فتسقط وحال لغا ريدايا او لغا دميا من الثمن العقد وقد بمقدار ما شيء قدر كي تنقص اي كنقصتي من اذرع دون اهم لكن هسه اذا قال هدو يرى المشتري قفك كتب انا كنت وحنا اظن من ملينا ان هذا التقرير كان شنو طلعتك صحيح امرنا وقد خططت وحن تخديدي وقلت لك بأن عمرها إن عمر سيودسو عمارة هذه مساحة عليك ولأن أرتوح لما نقصت مركي ناقصتي لا أريدها دون ما يهدو يراد هل خيار مليه إنه بيع كبره الجواب وحوي نعم هل بلي خيار بأفر نفسخه لأنه محايل فاتت واحد عافي قرض ودنتيسي وقلها باميش كبحث فلما قلت فات وبحي قرض ودنتيسي قلنا وحن لك هذه خيار بالده ولو تراضي هذه رالك نغلى على نقص الديواني وزيادة والزيادة جازوا بناية لكل شيء وإن حق لأن الحق حق لهم أي إسكالي فإن تصالح هذه كل شيئين على إسقاطه التورانين مثلا هذو يقول هذو بعتها وحكاية على أنها 100 بقول إنتهي 100 متر بكاجر فبانت وحي بموقع أنها 90 إنتهي متر 19 متر وتصالح يكون شيء يعني بحيث ما قال إيراني نسقط وحكاية من الثمن العقد كذا وكذا ذيك دهاني فلا بأس لمن حقا يسكتوا واي هل كان وحكال لي الشرط الخامس وحكال لي الشرط الشروط كان وحكال لي حكم بيع التقسيط كلا يراهو جائز مد بداوي بيع التقسيط عند أئمة الأربعة فرط مهب ويقولين فهو يسوي جائز ويكون بداية ما دامت توفرت مرحلة دين لهلي أو صوتي في دحيث مرة دي لها الشروط والأركان يركانتي لأن الأصل محايل بيع الإباحة وبنايها وحل الله البيع وحرم الربا والبيع يبكينا بالتقسيط يبكى التقسيط كلا يراهدو لابد له من الشروط أي لقوا مارمانا الشرط الأول شرط هوريته أن يبين البائع قفك بائع إنه عضي لمشتري قفك مشتركها هذه بضاعة إنه عضي تباع وإنه عضي ومحليها هذه البائع وعدي للمشتري قف مشتركها محلية هذه بضاعة تباع وحلقة نقدا مركي كاشتي بكذا أنت مثل 10
وتباع وحلا قدها بالتقسيط مركز تقسيط كم بحين سدينا 15 شيء توبع القدايا واختر أو دور مع الشيء كارته أي لا يكون وانوس أنا أرد ذلك أردها على سبيل الزم وأنا لو خصبين. الشرط الثاني الشرط الثلاث أن يكون وعينه هذا الثمن العقد محددا من الحددين. الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون وعينه هذا أن يكون وعينه هذا الزمن محددا من الحددين. وقت زمن العقد بحين لو وصل وصدح سواء فرص وين حددا ثمن العقد أنت ما بقول ما صدق ما لو وين حددا أي طريقة السداد وين حددا سمك أقول بحين محدد وين وضع. الشرط الرابع شرط أفراد عدم تدخل وانوس صودح كان ضرب الثالث ضرب صدحات وأوضح حيو كأنك سقط كنسيناي مركب بدنا دين لو قدر ينقون إنسان. والشرط الخامس الشرط الشنادنا لا يزيد الثمن زيادة ما المتفق عليه الاسكوات وانوسا قدر خلال فترة السداد فترة العقل بحين وانوس قدر إذا لم يستطيع حدوثا أو المشتري غفك مشتركها خلال المدة المتفق عليها المدة الاسكوة في حدوثا أو متفق عليها الاسكوة في حدوثا ونقوم بحشو إنه زيادة لم أقع أخرني دبدق وأزيدك مبنان معناه وحوي هدو مدة عسمركم بحوى إنه ومدة يحيي قدر العقل وكرنا يورمه فبإمكان واحد سمينا فبإمكان واحد صورتان والبائع يقف كذا أن يعطيه ونص يقف كان فرصة نص دون الزيادة سوى حقوق الدرين وعمل لسوق عن فلاي بقول تعالى هذا إلهي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر إلهي لا يدوح واحد سواء في ما أنت سوى. الشرط السادس شرط لحادنا ألا يكون وينوسا بعض قارئين نقدا كاش وبعض قارئين الدين وإنه هاي ووضع الربح مكان السعر على المؤجل أنت دين تهاي وهذا تنهرب الديون بعد هذا لأنه محايل أخذوا حقوقات النقدا كاش ووضعه هنا زيادة على باقي ثمن العقد هذا الدصار وهذا حرام قطعا تصنع حرام فلا بد مرة أن يضع الربح إنه كله دمانتي على جميع دمانتي ربح كله على جميع ثمن الربح ودن كله دمانتي على جميع ثمن دمان العقد وإنه ربح عندهم سارة ووصل قارن كاش قارن دين كدين ربح يفايد. وقول هذا معناه وحوي هديه الثلث سدح ميلاد وميل كاش ما بحنايا معناه وحوي قارن كاش بحشي قارن دين مركزنا قارن كي كاش عينا laga dhimo qaarka deynta ay lagu daro oo deyntii waxa uu iyada la ziyaadiyo taas waa qalad waa in waxa weeye kaashku waa bixi ka laakiin waa in deyntu ay ka siman tahay ولأنه وحير نقدا ب10 وال15 أجرا وحير وهذا حرام قطعا فلا بد أن يوضع الربع كله على جميع الثمن ويقول حورنا هذا نقدا ب10 وال15 أجرا شيء تمكن وأجل اختر بها شيء تتاخذ الدور حتى لو دفع الثمن الثلث الثمن بتقسيط ما بقي من غير زيادة من حتى حدوث ثلث بحيو باقي غير مركب وحوي ومركب باقي سوى زيادة قدر يتسوي بالعكس واي هل كان في التسعير كقال التسعير هو أن يأمر السلطان كل أمره أو نائب ونائب كيسا أو كل من ولي قف كستو ما ملك من أمور المسلمين أهل المسلمين ما يحكي نقطة أمر على أهل السوق ضد السوق الجود ألا يبيعوا إليس قد أمتعتهم ألابتوه إلا سعر كذا إنتاب موي فيمنع الود من الزيادة إن يقدر عليه سعرك أو نقصان أما إن يكلم عن مصلحة درته ودليل أن أنس قالوا في غلا سعر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيوه فقالوا يا رسول كلا لو سعرت قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إله هو القابض سقعية عريرية
وإرزاقات عرية الباسط سايا أفضي قفقدو الراسخ سايا حريص المستعد سايا سعيد قوي وإني أنا لأرجو حرجينا أن ألقي إلى لكم عز وجل ولا يظلمني إنسوا أن يقدر من أحد قفنا مطلبة واحد ذنبية ظلمية ظلمت عن قدر إياه والسجن رواه 5 إلى النساء وصححه الترمذي وصححه ابن حبان أيضا وقد استدل هذا الحديث كان واحد لود لشري على تحريم تسعير إنسعر الوجر لأنه محايل مظلمة وظلم ووجهه أن الناس مسلطون ويقول أوصل على أموال مال كودا وتسعير وتسعير الحجر وتسعير حجر إلا تسعيرنا وحوي وحرية ولا يقع عليهم بالكودا والإمام إمامكم مأمور وأمري برعاية مصلحة المسلمين مصلحة المسلمين عليه وإلزام صاحب سلعة لك وحقدا يندوي إلزامي أن يبيع إنه قدو بما لا يرضى وحشر لكاهي منافع حكور من يسأل قوله تعالى قول كلاهي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأنها وإن وإله الذهب جمهور تنساسي كتاقين هل كان مثلا وحكا الله يا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما قفك منتقتا فلا يبيع يوسا قدي حتى يستوفي راشد حتى إله لسورك حتى يقبض أم إله لسورك معناه حوي قفك هدو راشن قطو السوق كيبيو راشن كأوقتي كاشك العقد أوشوي إله ررتو بخارك سيجيستو نك بخارك سويا يوسف وقد من ذا سنين محايا المسلمين توحي ما كان نك أنا ندمع كرو نبغى ما يسرقوا أما وحوي سكرت وحوي وقفك قلبي وحقوق عضو ودا قفك واقع دعوة حاجة كالوري يا رصدعك النبوة نهي صلى الله عليه وسلم أنا اسم ثابت النبي صلى الله عليه وسلم أنها وحنهي أن تباع إن لقضوا السلعة دي حيث ماشي تبتاع لو قضي حتى يحزها السلعة حتى يحوزها التجار إلى رحال الإله التجار بريهود الآذانين قال الإمام الشوكاني عليه في كتابنا الأوضر عليه فيه دليل حقصا على أنه لا يكفي كما في الله مجرد القبض قفك إنه قبضه إنه لو ريجو معناه إنه قطه بل لابد وحلا كمان من تحويل إنه كوريجو إلى المنزل يسكن الآدم الذي يقول يسكن الدقيقة فيه لحسن المشتري وفق كذا أو يضع مولو فيه موضع ماشي وحد يجي مولوته بلغ مرمى واي هل كانوا بقاقا لها ربدي والربا من كبائر الذنوب ولم يحلها مركا الربدي أيو انتهى قليا ربادنا وحوية لقاها وزيادة يا الله يراها مركا الربا محرم بالقرآن والسنة أي حرام كتهي والإجماع إجماع مسلمين تا ومرتبته مرتبة يدون أنه وحوي من كبائر الذنوب الذنبية وهو وي لأن الله تعالى من هاي وحوي ومن عاد قف هنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون النار تيكوا رأيان باني يكون وضربات مركوات الدبوين ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كنها لعن وحن عليه آكل الربا قف الربا العلماء فهو يسوي من أعظم من الكبائر الذنبية وهو بكم انتهى وقد ذكر الشيخ الإسلام الشيخ في كتاب كل شيء إبطال التحليل كتاب كسر كل شيء أنه جاء من الوعيد في الربا وحكوي من الربا وعيد يقود ما لم يأتي وحكوي من في أي ذنب آخر ذنب كرته سوى الشرك والكفر الشرك يكفر وهو مجمع على تحريمه ومسكوح حوا فصيح إن حرام تحريمه ولهذا من أنكر روح أنكر تحريم حرام ماذا يسأل ممن عاش وكم إذا كنا في بيئة مسلمة ذلك مسلمة بحلوة
فإنه مرتد نقول يا وفد دينك بعد لأن هذا هو من المحرمات الظاهرة والمجمع علينا لو سوى فقسية. والربا من كبائر الذنوب ولم يحل من بدانا في الشريعة قط شريعة يكون بدانا تمجد في أي كتب سابقة كتب تورته وأخذهم الربا وقد نهوا عنه إليه ولم يؤذن الله تعالى إلهي مؤويس في كتاب سبيل الحرب الدجال سوى الآكل الربا موي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نبي يقولون على آكل الربا قفك الربا وموكله يقفك قودنا وشاهديه مرخانته كوكا وكاتبه كوقرا رواه 5 باوري وصححه الترمذي بأصحيح غير لفظ النساء يقول آكل الربا قفك الربا وموكله يقفك عسينا وشاهديه يقول مرخانتك وكاتبه يقول قرا ملعونون وعلموا ذلك ملعونون ويقول لعنسيه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أو علموا وقال ذلك نتس ملعونون ويقول لعنسيه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واي فيه دليل على تحريم كتاب وهي فيه واحد دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك وفيه دليل بقص على تحريم كتابة الربا دي القروء إذا علم ذلك وكذلك الشهادة إن مرخات لنا إذا علم ذلك دلوقتي. وأما من كتب روح قرأ أو شهيد أو مرخات كعن غير عالم سواء وين فلا يدخل كلمة في الوعيد وعيد كلمة. ومما يدل كتسنى على تحريم كتابة الربا إن حرامته وشاهدته مرخات لنا في قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقوله أشهدوا إذا تبايعتم فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله فأمره لا يمر بالكتابة إلا غرق وشهادة مرخات لك فيما حله حلال وفيما حله فمية من أردت تحريمنا حرامته فيما حرمه لا يحرمه. وقوله مركب حوي من دعيا لك قانونها إلا يفهمها مفهومك. والربا ربادنا والقسم الثاني ربا وحي قيم سنة الله الربا وحي قيم سنة الله ربا الديون إيوه ربا بيوع بيوقع سنة مركا ربا الديون مركا له الرئيسيو ربا الديون ربا البيوع بيوقع سنة واي مركا الربا وين لبرتها حلي عمر بن الخطاب حلي لا يتجر في سوقنا سوق كما كان أحسنه إلا من روح ما يفقها فقه برد وإلا هذيك أكل الربا عنه نسخ فقه برد وسوق خطب الرؤية. والربا على نوعين لو نوعين الربا الديون ربا الدين تكشف والربا البيوع يبقى كشف. الربا الدائن ربا الدين تكشف وهي زيادة دين بعد ثبوته دين إلا هو زيادة المركة أي ثابت نقطة مثل حلائي كان يبيع السلعة القدوية ب100 بقول فإذا دخل الأجل أجش مركة سوق شنا ولم يتمكن المدين كي مدين كهانا مركة وسن معناه وحوي أسر تقرب من سداد إنه بحيو قال له حقولها أمهلك وأخوك هذين الأجل مدد وتزيدني حوائي ودريسا وهذا كان الجاهلية يفعلون الجاهلية أساس مجري وهو أقبح أنواع الربا وأنواع أولية الربا وهو الربا الأضعاف المضاعفة بعدها الذي قال الله تعالى فيها أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة علينا الربا يدو أضعاف مثل الله وقد يكون كذا الربا نوعا بسبب مداينة دين سببت ببيع الأجر وأجل مدلو وقبتي ومركا لو يحلو درجة. وقد يكون عن وقتها بسببها عقد الإيجار عرضيس يؤجر العمارة فإذا حل الأجر مركا أجر كسوق وقت يقال لها ولم يتمكن وسم صور تقول المستأجر وفي إيجارته
من السداد إنه بحيو زاد الأجرة وأمانة العقد وحكودري وأنا سوية ده صنع كذا. القسم الثاني قسم قلبات مع الربا القروض بالله ربا قرضة يعني دينته يقرضه وكلو تنبيع كنت معده إما يبيع كنت معده إما إن كنت معده إيجار إما إن كنت قرضه مركوح في سبيل إنها درت وقف حاك مرة وحاقاده دويك واي مركا الربا مشروطة في الأصل قرض وهو الربا اسمه لأنه قرض لا يجوز فيه اشتراط النفع وهي الزيادة والمشروط الوشر في أصل القرض كأصل كسر أنت نفسنا حدوي أنت يوصل وهذا حرام والربا وحرام لأن القرض لا يجوز مبنى فيه اشتراط النفع لا شرطي للمقرض قفك كقرضي سيسي بالإجماع علوم وسواسين وكل قرض كستو جر منفعة كينا فهو الربا قرض كستا أو دين أو لغا قرض يستي وهذا يحكد له والربا سيدا درت يهد علماء وحكون دقيهين لعاها حوالة دا إيغا سيدر ولا قد دقيه حوالة ذي شركة ذي هنا ولا قفل جلائها يعني وحوي وحكون أي حسوق رايا قاعدة ذا شرعية علماء دون اسكوا فقسين كل قرض جر منفعة فهو الربا يعني مركه هورتا قف كان وأد وحكسي بحسي إني تهي الدين عاد كدرتي وأسلو كلها خلاف مجر مركه قرض وهورتك جر منفعة مية مركه بس هو في سبيل الله بس هو قناعسي الدن باكو جدا دي هو قراني لكن منفعة مكو جدا بس هو في سبيل الله منفعة مركه sababtoo في سبيل الله إنها wax ku tusinaysa qofkan shirkadda haduu u tago oo yiraahdo intaan waxa weeye shirkaday khayr la haysiyo waxaan rabaa $100 waa saadam yeekeen waxa ku dhahayaan deynta waa mamnuuc lama idan ihsaan marka meesha ma jiro waa ganacsi فائدة هنا خدمة دا وكوسنايو مركب فائدة دا وكوسنايو محوك هلي قرض دي مكوه مركب دين جرد منفعة وقرض منفعة كنت مركب سلاسي علوم بدأ قد جيهن واحد في عنه وفك فقاده وكديراده أو وحاول بحنايو ومركب وحوي سيجارة هنا وحوي يحيس الدور هو حتى إنه محسين محسوب إنه هري العاب ديبتو العاب وطردو يسيطر ساس أمانس واي وكل قرض جر منفعة فهو الربا وهذه قاعدة أنا شرعية عند أهل العلم ولكن الناس لا بد من تقييد وإن لقيد كل قرض مشروط وإن لها لأن إن جر نفعا هذه نفع سود جبته بسبب حسن الخلق وقيم حاجة أخلاق هناك الدائم قف كان دين قاطع لأنه محايا الثبات وحكسوا في السنة وحكسوا الرسول صلى الله عليه وسلم استغرض بعيرا رتين صوت دين قاطع أو صوت قرضيستي وأوفى صاحبه قفكين أو سلاب بعير معناها مركة أي تهي غرضة زيادة كده سواء مركة يجي الشروط لكن مركة عن الشرط يجري ووح الشرط يلا روح حري يوقف ويسكسي حتى يوقف وسو كردي قرص وكات لا قرص وكان تصوب بدانته سبب توقف عن كل ما شرطي يسوي وسأس كان قالوا بيتقدر لما لكن لو شرطي ولو خيار نقطه وحبه مركز إن شاء الله تدرسين نجوا صلى على نبينا محمد وعلى آله وسلم